نعرف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أتتعرف اسم حضرتك؟ احمد حسن ابو كليله. حضرتك منورنا النهارده ورمضان كريم وكل سنه حضرتك طيب. اكرمتوا منورنا والله. ربنا يخليك. عايزينك بقى كده بمناسبه رمضان الكريم وبمناسبه الحاجات الجميله اللي انا شايفاها دي تكلمنا كده سريعا عن الجمعيه الخيريه او مائده الافطار. من اكتر من تقريبا من حوالي 12 سنه. يعني الاسم ده انتوا اللي اهالينا والله اهالينا ده من 12 سنه كنا احنا مسمين المطبخ كده، دلوقتي بقى منتشر في كل حته اهالينا. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. كلمنا بس كده سريعا ايه نوع الوجبه اللي حضرتك بتقدمها؟ وجبه سخنه طبعا، طبيخ، يوم سمك زي ما شفتوا النهارده، يوم طبيخ، يوم يعني يا طبيخ يا سمك، يا طبيخ يا سمك. الطبيخ بقى بطاطس، لوبيا، فاصوليا مع لحمه او فراخ او والسمك زي ما انت شايفه. طب سمك قراميطه، سمك بوري، سمك بولتي، على حسب اللي ربنا جاي. شايفه الاكل طازه وسخن بسم الله ما شاء الله يعني، وكتير الحمد لله. دي 400 كيلو متبرع بيها فاعل خير بالسمك ده 400 كيلو، واحنا في الجمعيه مكملين حوالي 120 كيلو يعني في يوم عشان نكمل وجبه النهارده. تمام. طب هل الوجبات دي فعلا في خلال ال 30 يوم بتكفي؟ يعني بتكفي الناس؟ انت عارف عدد الغلابه كتير جدا. قصه بس عشان تبقي عارفه، طبعا الجمعيه دي مشهوره سنه 85. موضوع المائده ده بدا سنه 88. مائده الافطار بدات سنه 88 ب 30 اسره. تمام. كان معمول لهم عمدان كده والاكل ياخدوه لغايه البيت من حوالي من 88. واستمر بفضل ربنا. السنه اللي فاتت احنا كان عندنا 1200 اسره. تمام. 1200 اسره بتوصل 4 افراد، يعني بتتكلمي في رقم جبار كل يوم بيطلع. كنا بنعمل بتكفوا يعني كل ده ولا في ما فيش؟ لا كنا بنكفوا، وكلها بفضل تبرعات الناس الاهالي والناس في عين خير، واللي بيشوفنا واللي بيجي يبص الدنيا بتبقى بيتبرع، وكلها قايمه على ويعني على تبرعات من الاهالي. مفيش حد بيساعدنا ولا بنك طعام بيساعدنا ولا مؤسسه بتساعدنا. كل ده من تبرعات الاهالي. ذاتيه من تبرعات الاهالي وتبرعات المتبرعين وفاعلين الخير اللي بيساهموا وشايفين البتاع دي، ولو ما كانش كده ما كانش استمر الوقت ده كله يعني. ايوه تمام. انتوا بقالكم قد ايه؟ بتعملوا الخير ده وربنا يزيدك طبعا. بقول لحضرتك المائده دي بادئه سنه 88 وبدات ب 30 عمود، كان اسسها والدي الله يرحمه الحاج حسن ابو كليله، ومعاه دكتور اسماعيل ابو كليله ربنا يديه الصحه، وكان معاهم فاعل خير هو اللي شجعهم على الفكره. تمام. واستمر معاهم لغايه وقت كتير، واحنا بقى بنكمل اهو بعديهم اهو. طيب ماشي. حلو ربنا يزيده ويبارك. بس هل الوجبات دي بتبقى يعني عباره عن تيك اواي بس كده متجهز وبيطلع، ولا هو عباره عن مائده وترابيزه والناس بتقعد زي زمان، مائده طويله وفيها اكل كامل؟ هي كانت بدايه الفكره من فاعل خير انه يعمل، بقول لك سنه يعمل مائده رحمن. فكان والدي كان رايه او اعتراضه قال لك المائده مش كل اللي بيقعد فيها، يعني في صايمين وفي ناس يعني في ناس بتتحرج، في ناس بتتحرج عابر السبيل يعني، انما في ناس بتبقى محروجه، ما حدش هيقعد مراته وعياله ويروح بيها متر. بالظبط كده بالظبط المنظر ده ومش هنشوفه. زي ما انتم شفتوا كده جمعيه الحرم الشريف عامله خير كبير جدا، وبسم الله ما شاء الله حواليكوا كميه الناس دلوقتي يعني قد ايه الناس الغلابه يعني بجد محتاجين وجبه افطار. الاستاذ صاحب الجمعيه كتر خيره جدا وربنا يجازيه كل الخير وفي ميزان حسناته طبعا. الجمعيه دي او المائده دي متاسسه من زمان جدا ومستمره على فعل الخير رغم الغلاء اللي احنا فيه. زي ما حضراتكم شفتم كده طبيعه الاكل هنا مش رخيصه، ده سمك ورز وبينوعوا في الوجبات اصلا كل يوم، يعني حاجه جميله جدا. ربنا يا رب يبارك في كل اللي بيعمل الخير ده او بيقدمه او بيشارك فيه. وبحب اشكر كل الناس اتبرعت في الخير دوت وتفطر صايم. وشكر خاص طبعا للاستاذ احمد حسن ابو كليله مؤسس الجمعيه. تمام. الجمعيه الخيريه. يا رب الناس كلها تكون مبسوطين ويتراضوا، يعني يكونوا مرضيين في الخير اللي الاستاذ بيقدمه. شكرا ليكم واستنوني في حلقه جديده ورمضان كريم.